هو ايه اللي بيخلي المحتوى المفيد او المحتوى التعليمي بيفشل دايما، والمحتوى اللي هو يعني تافه او من وجهة نظرنا كده ان هو مش مفيد ممكن يضرب ويكسر الدنيا؟ الموضوع يتلخص في طريقة تقديمك للمحتوى ده. نرجع كده فلاش باك. انت في دماغك فكرة، وفكرة موضوع علمي عايز تتكلم فيه وتفيد الناس، موضوع يعني خطير ومحدش اتكلم فيه قبل كده، شايف ان هو حاجة علمية او حاجة مفيدة او حاجة تعليمية انت عايز تقدمها للناس. بتبدأ تتكلم في الموضوع. انت ربنا كرمك بشوية جراءة وقبول، حابب تفتح الفيديو وتصور نفسك، فدي خطوة احسن واحسن. تبتدي تتكلم في الموضوع وتشرحه وتوصله للناس، وبعدين تنشر وتلاقي المشاهدات مفيش. طيب ليه؟ ايه السبب؟ تسأل نفسك هو فعلا المحتوى المفيد او المحتوى التعليمي المنصات ما بتحبوش والخوارزميات مش بتساعد على انتشاره، وارجع اشوف لي حاجة تافهة بقى ولا حاجة تخليني يعني الناس تتفرج عليا وتزود مشاهداتي، بلا تعليم بلا مفيد بلا وجع قلب؟ ولا الموضوع فيه سر؟ هو لا سر ولا حاجة، بس انت نسيت تعمل شوية حاجات كده قبل ما تنشر الفيديو او قبل ما تصور اصلا الفيديو. طب تعالى كده نرجع للموضوع تاني. انت عندك الفكرة وفتحت الموبايل وبدأت تتكلم في الفكرة وتشرحها، بعدين قفلت الموبايل وخدت الفيديو. طب هل انت بسطت المعلومة دي بشكل سهل وسلس يقدر يفهمه طفل صغير عنده 6 سنين؟ لو عملت كده ماشي اوكي، ما عملتش كده ده مهم تعمله. طيب الخطوة اللي بعد كده، هل المعلومة اللي انت قلتها دي اساسا فيها فايدة او فيها حاجة تفيد الجمهور اللي بيتفرج عليك في حياته اليومية العادية اللي بيعملها كل يوم؟ يعني هل المعلومة دي هتفيده مثلا لما يجي ينزل الشارع ويركب مواصلات او يدور عربيته او وهو رايح شغله او بتنجز في عمله حاجات معينة؟ ولا هي معلومة مفرغة كده ما فادتش حد، هي مجرد معلومة سر الذرة وانت حابب تتكلم فيه فما فادتش؟ لو ما فادتش فانت اخترع له او شوف طريقة ان المعلومة بتاعتك دي تفيد الجمهور بتاعك بشكل ما. الحاجة اللي بعد كده، هل وضحت في بداية تناولك للموضوع ده أو المعلومة دي في البداية أنت هتتكلم عن إيه بالظبط؟ ولا قلت بقى إيه أشوق الناس وأعمل إثارة وأعمل جدل وأخليه أديله الخلاصة والزتونة في الآخر فهو يمشي معايا؟ لا، هو أنت مهم جدا تحط المشاهد أو الجمهور أول ما يفتح الفيديو في لب الموضوع. هو انت هتشرح له ايه؟ انا هشرح النهارده علم الذره، كيف تم اختراع القنبله النوويه، كيف تم اختراع الجاذبيه، وتبدا تتكلم. لو انت ما عملتش كده فطبيعي ان اللي بيتفرج هو مش عارف انت عايز تتكلم عن ايه بالظبط، فمش هيكمل ومشاهداتك هتنزل. طيب قدرنا نبسط الفكره وقدرنا نمهد للموضوع ونخلي المشاهد يتفرج على الفيديو ويفهم انت ناوي تتكلم في ايه، وقدرنا كمان نزود فايدة في المعلومة بتاعتنا او الدرس اللي انا هتكلم فيه. تمام كده؟ بس برضو ما زالت المشاهدات قليلة، فانت تبدأ تفكر طب انا الكاميرا وحشة، الاستوديو وحش، الإضاءة، اروح بقى اشتري إضاءة، اروح اشتري كاميرا، او اظبط بقى يعني موضوع التصوير ده، ادور على استوديو واصرف فلوس واعمل حاجات كتير عشان انا نفذت كل حاجه ومفيش مشاهدات برضه. فتبدا يعني شيطانك يوزك وعقلك الباطن يقولك ان في حاجه جديده اسمها AI، فتبدا بقى كمان بعد ما صرفت كتير في الموضوع الاولاني وما لقيتش نتيجه فهتصرف تاني في الموضوع التاني اللي هو AI، وبرضه مش هيجيب نتيجه، لان انت رايح باختصار كده للاي عشان يحسن لك الشكل ويحطك في استوديو او يعمل لك شخصيه انت اصلا مش عايز تطلع، فبيعمل لك شخصيه ويكتب لك كمان سكريبتات ويقراها لك
بفويس اوفر اي اي، وتبدا تعمل يا باشا افاتار او شخصيه افتراضيه بشكلك وشبهك وكل حاجه، وتبدا تكلم جمهورك في نفس ذات المعلومه اللي هي خطيره، واتفقنا انها هتفيد الجمهور وهنعمل كل ده. تتفاجأ ان المشاهدات بتقل ما بتزيدش. يعني انا استخدمت اي اي واستخدمت حاجات كتير والدنيا برضو مش مظبوطه. طب هو ايه الموضوع؟ اولا هنتراجع خطوه للخلف ونوقف كده استخدام الاي اي بالشكل اللي انت بتستخدمه. الاي اي مش معمول عشان ده، الاي اي معمول لحاجات اقوى واجمد. يعني نوقف استخدام الاي اي ونرجع تاني، وهحكي لكم ازاي نستخدم الاي اي بشكل مظبوط وصحيح وسليم يفيدني مش يضرني. هنرجع تاني للمعلومه المفيده اللي هي خلاص احنا فهمنا ازاي نتكلم فيها، وازاي نحط المشاهد في بداية الفيديو ان هو عنده فكرة ايه اللي انت هتقوله، وحطينا الفايدة اللي هتعم على الناس والبشرية من المعلومة دي. انت قلتها ازاي؟ هل شغلت باوربوينت بريزنتيشن عن المعلومة دي، مثلا درس انت شاطر فيه او محاضرة او حتى مشروع او ابتكار او معلومة او برنامج بتشرحه او حاجة تاريخية، قصة تاريخية انت بتشرحها، فانت بتحط مجموعة صور ومكسوف تطلع وبتتكلم بصوتك، ولا ده انت كمان بتزود الطين بلة فانت مكسوف تتكلم بصوتك تروح تجيب صوت بالاي اي. هو المنصات مش هتقولك لا ما تستخدمش الاي اي، بس محدش هيشوف الكلام ده. طب هقول لك حاجه، تخيل انت كده بتسكرول، هنقول في اليوتيوب بلاش في التيك توك او الريلز، انت بتسكرول في اليوتيوب، وكلنا عارفين ان احنا وانس ان انا بفتح اليوتيوب يعني انا عندي قابليه للملل، وعندي قابليه ان انا اسمع حاجه مفيده. مش الملل يعني، قصدي ان انا مش في انترتينمنت دلوقتي، انا في مجال او في مود الاديوكيشن، انا داخل اتعلم حاجه جديده او بسيرش على معلومه جديده، وبسكرول بالمره كده اشوف ايه الحاجات اللي ممكن اليوتيوب يقترحها عليا، كلنا كده. فلقيت، تخيل يعني انت لقيت واحد بيشرح عن قصة تاريخية وحاطط صور وبتتقلب وصوت بالاي اي. هل انت هتقعد تتفرج على المعلومة دي حتى لو انت حاببها والمعلومة دي فيها علم الكون؟ لا لا، باختصار لا، لان معلومة تم تناولها بشكل غير مقبول وغير مطلوب وغير مرغوب فيه. طب الحل ايه؟ قدم المعلومه زي ما انت بتقدمها كده، زي ما انا بتكلم كده. افتح، انت مذاكر اتكلم من دماغك، مش مذاكر حضر ورقه وقلم حطهم جنبك واكتب اهم النقط اللي انت هتتكلم فيها. ما عندكش فكره خالص عن اللي انت هتتكلم فيه، اعمل سكريبت واقرا منه. بس ده مش كويس بالمناسبه، بس هنخلينا بس نوصل للمرحله دي. طيب حلو، انا عملت ده كله، فتحت الكاميرا وذاكرت الموضوع جدا وبدات اتكلم فيه، و تاخدوا ده انا و100 فل و14. ايه اللي مخلي برضو المشاهدات بتاعتي ما تكبرش؟ يا باشا انت باختصار ما عملتش اي ستوري تيلينج في الموضوع. يعني انا احكي قصص وحكايات يعني، ولا ايه الموضوع ستوري تيلينج ده؟ لا 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 خالص، ما حدش قال ان انت تحكي قصص وحكايات، بس انت هتخلي المعلومة بتاعتك المفيدة الجامدة دي في قصة. والله انتوا عارفين شجرة الدر عملت ايه في مش عارف ايه، ولما جت و ام علي دي اكله واصلها ان شجره الدر وزعتها لما قتلت مش عارف. يعني خلي المعلومه بتاعتك في ستوري تيلينج واديها قصه. مش شرط ان يبقى فيه ابطال للقصه، ومش شرط ان يبقى فيه شخصيات. حط نفسك انت البطل، حط المشاهد نفسه هو البطل في ان هو يكون في القصه دي. يعني اتكلم دايما ان انت بتتكلم مع البطل، انت حابب الموضوع ده لازم تتعلمه بالطريقه، وانا هقول لك ازاي تتعلمه بالطريقه دي. وانا هحكي لك النهارده عن قصه يعني الشاطر حسن والاميره مش عارف ايه. بقول لك حاجه، اتكلم بتلقائيه، اغلط، اهرش،
كح، اعدل هدومك. بص، الناس مش عايزة المثالي، الناس عايزة اللي زيهم، اللي شبههم. يعني اتكلم بتلقائية، ما بقولكش تعمد الغلط، عشان لما تتعمد الغلط ده بيبقى باين قوي ومش كويس علشانك. علشان ثانية واحدة هشرب ماء، انا عطشت. مهم قوي ان انت تحط ازازه ميه جنبك وانت بتتكلم، لان انت ريقك بينشف. وبالمناسبه موضوع الكلام، انت مهم جدا ان انت تدرب صوتك ويخلي فيه يكون ايقاع في الكلام. امتى هتعلي صوتك وامتى هتوطيه، وامتى هتعلى بالبيتش وتنزله، وامتى هتتكلم بشويش، وامتى توشوش. كل دي حاجات مهمه انت مش هتعرفها على طول يعني، بس انت محتاج ان انت تفتح الكاميرا زي ما انا عامل كده، تتكلم كتير، تتكلم في حاجه انت فاهم فيها، ما بتهبطش. انا لو في حاجه مش عارفها بقول على قد معلوماتي، انا الحته دي يعني افهم فيها كذا، والحته دي ما اعرفش عنها حاجه. فالخلاصه ان انت تحط المعلومه الجامده، الارقام، التواريخ، الحكايات، النقط في قصه، قالب قصه، حطه في طريقه سهله الناس تفهمها بسهوله. مش بس كده، خلي اسلوبك انت كمحمد، بلاش انا محمد، يعني كانت ايا كان اسمك ايه، خلي اسلوبك انت بتاعك يتحط في المحتوى اللي انت بتقوله. ما تتكلمش زي مذيع نشرة الاخبار، او ما تتكلمش زي الروبوت. هي الناس بتهرب اوريدي من الحاجات الاي اي، واي حد بيقلد الاي اي يعني اللي هتحاول تطلع مثالي، فالناس مش هتتفرج عليك. طب انت قلت لسه من شويه الاي اي خليه على جنب، طب ما انا اخلي الاي اي يكتب لي سكريبت، ويكتب لي بدل ما اقعد انا احضر واذاكر. ما بقولكش تحضر، انت اوريدي طالع تعمل سوشيال ميديا عن حاجه معينه، نيش تخصص. انا طالع شاطر في التاريخ، القصص التاريخيه، عندي من المعلومات والمخزون العلمي في دماغي ما يكفي لعمل محتوى كتير جدا. اقدر اعمل فيديوهات. انا ماليش في التاريخ يعني، انا بقول مثلا انا شاطره في الطبخ واعرف وصفات كتير محدش يعرفها لغايه دلوقتي، وعندي في دماغي كميه وصفات اقدر اعمل بيها محتوى. اعمله ده، نظم اللي في دماغك ده، قويه بالاي اي. بقى هنا الاي اي شاطر، هات لي اجمد واحدث وصفات في 2026. هات لي ايه الاكلات اللي المصريين بيحبوها، ايه الاكلات اللي السعوديين بيحبوها، ايه الاكلات اللي الجزائريين بيحبوها. وبالمناسبه هم دول اكتر 3 دول بيشوفوني، يعني السعوديه، الجزائر، وطبعا مصر بلدي. فمثلا يعني، وهات ده وخلي الذكاء الاصطناعي يساعدك في ان هو يرتب لك دماغك ويديك شوية أفكار ويحدث لك كمان معلوماتك. يعني أنت في أكلة معينة أو أنت في أكلة معينة أنت مش عارفة عنها حاجة، بس أنا عايز أقدمها، فروح أسيرش في الاي اي وأشوف الناس بتقدمها إزاي، وأخد منهم الأفكار، والاي اي يرتب لي ويديني مقترحات، وهو يسيرش المنافسين اللي شبهي بيقدموا ايه، واخش ادوات كتير اي اي تقدر تساعدني تعمل لي افكار، ترتب لي افكار، ما يكتبليش سكريبت. بلاش. جربت الموضوع ده والله وفشل. ارجعوا لفيديوهاتي ورا كده هتلاقوني بتكلم من اوتو كيو عندي، والله صورته قبل كده في فيديو وبقرا منه. انتوا هتضحكوا عليا، يعني انا متاكد ان انتوا هتضحكوا عليا. ما رضيتش اشيل الفيديوهات دي ومش هشيلها. فبلاش تقرا من سكريبت، الا لو انت هتعمل فيديو قصير قد كده 15 ثانيه ولا 20 ثانيه، وفيديو تسويقي بيبيع بقى، وناوي تعمل حمله اعلانيه وانت عندك براند، ومحتاج كل ثانيه في الفيديو ده تبقى مكتوبه ومدروسه. في الحاله دي ممكن يا تحفظ السكريبت يا تقراه، ولو عرفت تحفظه يبقى افضل. القرايه من شاشه، لو انت في قدامك شاشه او قدامك ورقه او قدامك حتى شاشه الموبايل، في برامج ممكن تقرا منها، بيبقى باين صوت القرايه، باين في صوتك، باين في عينيك، باين في البودي لانجوج بتاعك، باين في كل حاجه. فانت حاول
ممكن في البدايه تقرا الحاجه. طيب بعد كده مش هقرا انا، طيب انا عايز اتكلم، عايز ارتجل زي ما انا برتجل دلوقتي. هات ورقه وقلم واكتب اهم النقط، رتب افكارك واكتب اهم النقط اللي انت تتكلم فيها وخليها جنبك كده، وبالمونتاج قصقص الحتت الزياده او الحتت اللي فيها مشاكل او فيها لخبطه. طب انا ما بتلخبط، انا محتاج حاجه اقرا منها. صدقني لو انت ارتجلت مش هتتلخبط، ومجهودك في المونتاج مش هيبقى زي ما تقرا من سكريبت. هتقرا من سكريبت هتتلخبط كتير جدا، وتقعد تقصقص وتعمل مونتاج وتقعد فاتح الكاب كات ولا البريمير ايا كان انت بتشتغل على ايه. انا بحب كاب كات بصراحه. هتقعد تقصقص وتقطع لغايه ما يطلع عينك. فانت لحظه واحده. لا انا مش بعمل حاجه ممكن تقرفوا منها، انا بس بمسح. حسيت كده ان مناخيري بتاكلني. المهم يا باشا، انت حاول تستخدم الاي اي زي ما قلت لك، ان هو يساعدك ويكبر معلوماتك ويرتب افكارك، ولكن ما يقترحش عليك صناعه محتوى. بمعنى قصدي ايه؟ ما يكونش شريك ليك في صناعه المحتوى. برضو لا، ما يعملكش محتوى. يعني ما تقولوش اكتب لي سكريبت، ممكن يرتب لك، يجهز لك، يسندك، يديك افكار وانت يعني لو كتب لك سكريبت خده شلفطه، يعني خده عدل عليه وطلع من تحت لفوق وحط المقدمه بتاعتك والهوك بتاعك. ممكن يساعدك ان هو يقترح عليك هوكات يعجبك واحد منهم، تغير انت الصيغه بتاعته بطريقتك. هوكات يعني بدايه الفيديو، وانا بتكلم زي ما قلت كده في البدايه، ليه المحتوى التعليمي مش او المحتوى المفيد مش بينتشر زي المحتوى التافه. الهوك ده بيدي اللي بيتفرج عليه ملخص سريع جدا عن انت ناوي تتكلم عن ايه يا باشا. ما تحرق لناش وقتنا. ناوي تتكلم على ايه وانجز وقول لنا. فانت كده انجزت وحققت له الرغبه دي. الحاجه التانية ان انت بتشوقه، تديله تشويق والدوبامين يعلى، وان هو عايز يكمل الراجل ده بيقول ايه. ممكن يكون حاجه مفيده من اللي انا هقولها تنفع معاه يعني. طيب نرجع تاني للاي اي، وقلنا ان هو بيجهز لنا وبيفكر لنا وبيفكر معانا. مش بيفكر لنا، بيفكر معانا وبيساعدنا. ولو انت حطيت في دماغك كلمة واحدة بس، وظيفة الاي اي هي التضخيم، الاوجمانتيشن. يعني ايه؟ لو حطيت في دماغك الوظيفة دي كويس جدا، هتعرف تستخدم الاي اي بشكل بيرفكت. يعني ايه الاوجمانتيشن او التكبير او التعظيم؟ انت عندك معلومات في تخصص معين بشكل سطحي وبدائي، ما عندكش الابديت، ما عندكش المعلومات الحديثه، ما عندكش معلومات من الناس اللي بره بلدك. الاي اي يساعدك في ده. انت عندك قدره على صناعه الفيديوهات، وبتعمل مونتاج وبتعمل جرافيك وبتعمل، او عندك فويس اوفر كويس، وحابب تتعلم اكتر وتقوي من مهاراتك. الاي اي هيساعدك في ده. الاي اي يوفر عليك وقت اليوتيوب، الفيديوهات اللي انت ممكن تشوفها التعليميه بما فيهم الفيديو بتاعي، بس ما اعتقدش ان هو هيقدر يوصل لك بالطريقه دي. هيوفر عليك جوجل نفسه، ان انت تقعد تعمل سيرش. اعتبر الاي اي ده جوجل على كبير شويه او متقدم شويه. لو حطيت الاي اي في الخانه دي مش هيتعدى الخانه دي، صدقني. الاي اي بيعمل محتوى، بيقدر يعمل فيديوهات. طب ليه انا ما استفدش من الفيديوهات واعمل افتح قناة واعمل فيديوهات زي اللي بتتعمل والكلام ده؟ هو خلينا بس نتفق، هو انت داخل تعمل محتوى علشان تفتح قناة وتتربح، ولا داخل توصل للناس حاجة جواك انت حابب توصلها؟ انت مين فيهم؟ هو كلنا الهدف في النهاية هو الربح. بس لو انت فاكر ان انت هتربح من اليوتيوب بس او التيك توك او الفيسبوك او اي منصة فقط، فانت داخل غلط. السكة مش مظبوطة يا باشا، والنمرة غلط. ممكن تشوف سكة تانية. انت اصلا عشان تحقق ربح في اليوتيوب او الفيسبوك او القنوات دي عموما، التيك توك اعتقد ما فيهوش ربح كمان اصلا في الدول العربية لغاية دلوقتي، انت محتاج سنة سنتين ثلاثة عشان تبدأ القنوات دي تفتح لك الربح وتحطك في خانة ان انت
قابل للربح. وما تفرحش قوي انت لما تتحط في الخانه دي، انت هيجيلك فتات، لان انت لسه الدنيا ما انتشرتش معاك، لان انت محتوى تعليمي مش محتوى مش عايزين نتكلم والله، بس يعني هو المحتوى التعليمي صعب، انت لازم تبنيه طوبه طوبه كده، وتنمي مهاراتك وتقوي معلوماتك عشان تعرف، وتقوي ملكه الستوري تيلينج عندك عشان تعرف تكسب جمهور وتبني قاعده جماهيريه ليك، ناس هتحبك، ناس تتابعك، ناس مستنيه انت هتقول ايه علشان يستفيدوا منه. فهنرجع تاني ان الاي اي هيعمل لك فيديوهات عشان انا عايز اتربح، خلاص اعمل فيديوهات بالاي اي. طيب الاي اي على فكره منصات مش هتقول لك لا ما تعملش فيديوهات ومش هربحك، لا هتربحك وتعمل لك فيديوهات، بس بشرط ان انت تحقق شروط الربح. شروط الربح دي عدد ساعات مشاهدات وانتشار وفولورز وسبسكرايبرز وارقام. هتجيبها ازاي بالاي اي؟ يعني قول لي كده هتجيبها ازاي بالاي اي؟ هعمل قصص، او هعمل طماطمايه بتتكلم، او بطاطسايه بتتكلم، وفي حاجات كتير ناجحه، القطه اللي بتتكلم، جميل اعمل. بس ايه الافكار؟ يعني ايه الفكره؟ يعني في صناع محتوى حلوين جدا يعني في دكتور، انا اسف مش متذكر اسمه، هحاول اجيب صورته واحطه دلوقتي، انا بحييك جايب الاجهزه والاعضاء بتاعه الانسان وبتتكلم وبتشتكي وهو معاهم، يعني هو الاساس في الفيديو وهو بيكلمهم، وما تاكلش سكر كتير عشان الكبد والانسولين، ويبدا الناس تتكلم وترد على بعض، واستخدم الاي اي، عمل اوجمانتيشن، عمل تعظيم لقدراته. هو اصلا راجل دكتور عنده قدرات وعنده اصلا محتوى، بقاله سنين بيعمل محتوى بيفيد الناس في الجوانب الطبيه والنصائح الطبيه. بدأ الاي اي يظهر، خده تحت باطه، خلاه تعالى اي اي انت بتعمل ايه؟ بتحرك صور، حرك لي الصوره دي. بدأ يستفيد وحط الحاجات اللي بتتحرك دي جوه الفكره الاساسيه بتاعته، فما اعتمدش بالاساس، او ما اعتمدش بالكامل على الاي اي. خد يا اي اي اعمل لي انت محتوى وربحني وهات لي معلومات وهات لي ارباح بقى ومشاهدين، واوعى، مفيش الكلام ده. حتى موضوع الفواكه اللي بتتكلم ده في مجال الانترتينمنت، خلينا نتفق ان محتوى الانترتينمنت او المحتوى الترفيهي هو رقم واحد على جميع المنصات. هتقدر تعمل محتوى ترفيهي؟ اعمل. طب هل انت اصلا بتعمل محتوى ترفيهي؟ هل انت دمك خفيف على الطبيعه، على الحقيقه بتضحك اصحابك وبتعمل قعدات والناس بتقع على الارض منك؟ انتقل الى اليوتيوب، بتقدر تعمل ده على الحقيقه، بتقدر تعمل ده على الحقيقه في فيديو متصور حلو قوي. هات الاي اي بقى يساعدك، دخل القطه اللي بتتكلم، دخل الطماطمايه اللي بتتكلم، واعمل قصه مضحكه جميله حلوه، وخلي الاي اي يعمل ده. لكن ان انت من فروم زيرو سكراتش كده، فروم ليفل تحت الارض، يا اي اي اعمل لي 10 فيديوهات عن قصص الفواكه المضحكه اللي بتتكلم، اي اي هيعجن لك الدنيا وهيطلع لك حاجات رابش. رابش يعني زباله، حاجه كده ما بتتشافش ولا تتسمع ولا اي حاجه. لسه الاي اي ما وصلش الحته دي، وحتى لو الاي اي وصل مازال ما فيش اللمسه البشريه. وتروح تاخد الفيديوهات دي وتنشرها وانت فاكر ان انت هتعمل خلاص، انا دخلت طلعت اول سلمه من سلالم المجد. يا باشا مفيش الكلام ده. طيب ولنفرض انا جامد وبكتب قصص وهجيب شخصيات وهعمل حاجات انترتينمنت ومضحكه، والقطه اللي بتتكلم في قناه تانية حلوه قوي بتتكلم في اقتصاد دول باغنيه بالاي اي بمشاهد كده حلوه جدا، حلوه جدا، ومحققه يعني مشاهدات عاليه قوي، وانا شخصيا متابعها وبشوفها. بس بيتكلموا في معلومات مفيده. وبالمناسبه السكريبت اللي مكتوب ده مش اي اي، لان هو فيه تويستات، جايب لك حته من الاخر عشان يشوقك، ويجيب لك حته من الاول فيسيب لك اللقطه الاخيره عشان تفضل تتفرج على الفيديو للاخر. وانا متاكد 100% ان السكريبت ده مش اي اي، ده بشري وشخص فنان واستاذ وعنده علم بالاقتصاد عالي جدا. هو بس استخدم الاي اي ان هو يعمل له مزيكا،
ويعمل له الاغنيه، واستخدم الاي اي ان هو يكريت له او يجينيريت يولد فيديوهات. لكن الاساس الفكره السكريبت والمعلومات ده بني ادم، وبني ادم شاطر. ولنفرض انا تمام وعندي الافكار وعندي السكريبتات وعندي المعلومات الجامده جدا، برضو عايز استخدم الاي اي علشان يرفع معايا الدنيا ويحقق لي مشاهدات. حلو معاك، تمام كده، انت كده وصلت لمرحله كويسه جدا. واقدر اقول لك في الحاله دي استخدم الاي اي ان هو يساعدك ويعمل لك الاوجمانتيشن، ان هو يكبر لك المحتوى بتاعك. ما تجيش تقول لي انا عايز اي اي مجاني. في الحاله دي انت لازم بقى تبدا تشترك، وتشترك في منصات او ادوات جامده عشان تديك كواليتي بقى. انا عايز كواليتي، انا مش هجيب فيديو عليه علامه مائيه وابتدي اعمل بيه محتوى واكسب ملايين الدولارات، او بلاش ملايين عشان دي اوفر شويه، نكسب الافات الدولارات او مئات الدولارات. لازم جوده كويسه جدا. وتوليد الفيديوهات بالاي اي ده خلي بالك مكلف جدا. يعني انت ممكن تكلفه الفيديو في ال10 ثواني في هيجز فيلد مثلا ممكن يوصل لنص دولار. 10 ثواني نص دولار، فانت محتاج تعمل فيديو لمده دقيقه ممكن يكلفك 2 3 دولار، ده لو انت عملته من اول مره. فانت محتاج شويه محاولات، عشان في فيديو منك هيلطش، هتلاقي واحد طالع بثلاث دراعات وواحد تاني طالع براسين، ففي فيديوهات هتقع منك. فانت يعني محتاج ان انت تعمل 4 5 دولار في الفيديو. يا سيدي وماله، ايه المشكله؟ هي دي فلوس؟ لا دي مش فلوس، بس انت اصلا محتاج تتدرب على الكلام ده، تاخد كورسات وتنزل الادوات دي وتدفع كتير في تجارب عشان توصل للمرحله دي اصلا. فانت لو تمام ماديا وتقدر على الاشتراكات دي، خش وجرب. بس لو انت وانت بتجرب ما حسيتش ان في تطور، وما حسيتش ان الحاجات دي بتشتغل معاك مظبوط، فدي مش لعبتك يا باشا. اطلع بره لعبه الاي اي دي، ليها ناسها وليها مختصين وليها ناس شطار بتعرف تخلي الاي اي ده تحت رجليهم، يساعدهم بالشكل المثالي. طيب انا عايز اعمل زيهم واخلي الاي اي افهم. يبقى وقف كده، وقف صناعه المحتوى، وقف الربح من اليوتيوب، وقف جمله انا عايز اتربح من الاي اي، وقف الجمله دي خالص وروح اتعلم. افهم ايه هو الاي اي، اشتغل ازاي، امتى استخدمه وامتى ما استخدموش. وبعدين افهم صناعه محتوى يعني ايه اصلا. صناعه محتوى يعني ايه كادر، يعني ايه موبايل، يعني ايه كاميرا، يعني ايه ستوري تيلينج، يعني ايه سكريبت، يعني ايه اصلا اقسام السكريبت، يعني ايه بي اي اس واديا اي دي اي اي. يعني بص، اطلع من ده كله وخش على الديجيتال ماركتنج، واعرف يعني ايه بيرسونال براندنج، واعرف يعني ايه اصلا براند ايدنتيتي، واعرف ايه هو الفانل، واعرف ايه هو الكاستمر جيرني، واعرف ايه هو التارجت اودينس، وافهم جمهورك صح، ومين هم المنافسين او اللي شبهك بيعملوا ده. اطلع من كل ده، روح ذاكر سوشيال ميديا، يعني ايه يوتيوب، يعني ايه فيسبوك، يعني ايه تيك توك، ويعني ايه انستجرام، وايه الفرق بينهم، وامتى انزل هنا وامتى انزل هنا وامتى انزل هنا. هتذاكر كل ده وتفهم كل ده، وبعد كده تبدا تستخدم الاي اي عشان يبقى تحت رجلك، عشان يساعدك في ان انت تعمل محتوى تتربح منه. فهو الموضوع ليه اسس، حب الموضوع، اتعلمه صح، اعمله مظبوط، وانت تطلع محتواك التعليمي ده يطلع في السماء. وناس كتير اساتذه كبار يعني على راسهم الدحيح، انا بصراحه بعشقه الراجل ده، واحمد ابو زيد، ناس كتير مش عايز انسى حد، ابو اسماعيل حتى، يعني طريقته بحبها قوي، في سسبنس كده. حط الستوري تيلينج، حط لمستك البشريه، حط شخصيتك، افرض شخصيتك جوه الفيديو باي طريقه. خلاصه الموضوع انت لازم تتعلم الموضوع صح، وتفهم ان الاي اي اوجمانتيشن فقط حاجه او تول اداه بتساعدك ان انت تكبر حاجه لازم تكون موجوده اصلا. فلو انت اللي عندك وحش فالاي اي هيكبر الوحش، لو انت اللي عندك حلو الاي اي هيكبر الحلو. الحاجه التانيه ان انت لازم تتعلم زي ما قلت وتفهم الموضوع، وتحضر بقى، تشوف يوتيوب، تحضر ويبينار، تشوف كورسات، تشترك في حاجات، تشترك عندي في الكورس بتاعي مثلا، تشترك في قناتي تشوف الجديد والقديم.
بنعمل حاجات كتير حلوة قوي. تابعني هتلاقي كل اللي ممكن يفيدك في صناعة المحتوى، التسويق الرقمي، استخدامات ال AI في الاتنين. تحياتي، أنا محمد عبد الستار.